15 يوم هم على ايه؟ على صله ببعض. راحت هي تتصل عليا الساعه 1 بالليل، تتصل عليا في اي وقت. هو اللي انت، انا عايز اعرف بس يا حاجه، هو يوم ما حصل لوليد كده هي كلمته في التليفون؟ اتصلت بيه. قالت له ايه بقى؟ قالت له يا وليد تعالى عشان بابا عايز يتكلم معاك عشان هيوافق على خطوبتنا. هيوافق عليك، وهو قال لي كده، بابا قال لي كده، قال لي اتصلي بوليد هاتهولنا عشان احنا هنوافق عليه ونجوزهولك يا مروه. قلت له خلاص ايه يا اتصلت قلت له خلاص يا بابا، اتصلت بوليد. ووليد قال لها حاضر لما اخلص شغل يا مروه هاجي. الواد خلص شغله والشطف ولبس هدومه ورايح، معدي كده لقى 4 من الشباب صحابه هم عارفينه في الحته. قالوا رايح فين يا وليد؟ قال لهم رايح عند ابو عمك احمد ابو مروه، مش عارف عايزني ليه. خبط على الباب، صحابه واقفين على ايه؟ على اول الناصيه كده، فخبط على الباب، البنت فتحت له الباب. لما فتحت له الباب طبعا في كاميرا. وليد وهو بيخبط على الباب الكاميرا ايه؟ جابته. فراح داخل، اول ما دخل راحوا ايه؟ متربسين مسكين الباب على نفسهم. فالوقت ده مجهزين حبل وسكينه، فراحوا جايين مكتفين الواد غدر اهو بقى، غدر. الواد داخل لكم عشان تشوفوه عاوزينه ليه، انتوا عاوزينه ليه؟ وفرحان ان ابوها طلبه. تقوموا يروحوا جايين مكترين عليه 4 رجاله مكتفينه، وراحوا جايين بعد ما كتفوه راحوا ضاربينه باللكاكين في وشه، وضرب في وشه لحد ما خلوا وشه قد كده. عينه حب عينه مش باين، رمش عينيه مش باينه من وشه. فراحوا جايين بعد كده خلها ايه؟ راح جايب شومه وراح بعد الضرب اللي خده في وشه راح خلها جايب شومه وراح خبطه على ايه؟ على دماغه. قالوا نزيف في المخ. انت شفت وليد يا حاج؟ شفته، بس شفته بقى ايه؟ شفته اولادي محمد ابني وبنتي شافوه في يوميها، الظابط وراه لهم. فتاني يوم بقى انا امبارح كان تاني يوم انا رحت الايه؟ الشامله وفتحوا لي الثلاجه وشفته، لقيت حب عينيه ما فيش له ملامح. ابني وشه مالوش ملامح، ابني وشه كان متشرفط بطريقه، وشه قد كده ودماغه قد كده وعينه مش باينه، وابني بيبتسم ونايم بيضحك. ابني كان متبهدل، مش باين. الخبطه اللي جات له في الاخر بالشومه هي دي اللي عملت له نزيف داخله. خبطوا له الشوم على راسه؟ نعم خبط له بشوم على راسه، والشوم متحرك في النيابه، والحبل متحرز في النيابه. وليد عامل معاك ايه يا حاج؟ وليد كان حلو قوي معايا، كان معلش يا حماده في الكلمه، كان احن من محمود وحماده. كان هو اللي شايلني. وليد كان بيشتغل ياخد حق علبه السجاير ويسيب لي بقى في الشغل، يقول لي ياما هتيجي تروحي تجيبيه روحي خدي حسابك عشان انت بتجهزي لي في الشقه وانت اللي هتجوزيني وانت اللي هتعمليني. فكان بيصرف بس هي 50 جنيه يصرفها من شغله، ويجيب بعضه ويجي ينام، يجيب بعضه ياكل وينام الساعه 12 الظهر، الساعه 1. ابني ما كانش مشاغب ولا ملاعب، الناس كلها كانت بتحبه. امبارح المشهد بتاع ابني كان مشهد ما حصلش، الدنيا كلها كانت بتدفن ابن بلدنا والبلاد اللي جنبنا، كانوا بيدفنوا وليد. كانت زفه حلوه قوي امبارح. فابني كان شايلني،